السيد أسعد العيداني مشتري شقة لأهل بان في تركيا. مو صحيح. سألت على هذا الموضوع، عندهم شقة ماخذينها 2018، تذكرين فترة شراء العقارات العراقية من هدوا على تركيا؟ تذكرين من هاي العقارات صارت بدفترين وثلاثة وكذا، هم طلعوا تقاعد وناس يعني هم من انفسنا، انا اعتذر على هذه الكلمات، هم من انفسنا يعني ناس مسالمين، ناس ما عندهم مشاكل، هم عائلة كلش مرتبين. زين. يعني نفتخر بهم، يعني ناس كلش مرتبين، مو من النوع اللي مثلا يحبون يسافرون الى تركيا، يحبون كذا، فمشترين شقه 2018 في تركيا. خلي اي واحد، اي نائب هسه ضد العيداني، اي لجنه تحقيقيه، اي مواطن، اي ناشط، اي وحده من منظمات المجتمع المدني، المنظمات النسويه، خل تسوي استفسار. يمتى اشتريتوا العقار؟ بال دخل الشكل زين. خل واحد يسال سؤال ثاني، هسه كل لجنه شكلت برئاسه عدي عواد بالنيابيه، خل يسالون هل دكتوره بان عضو في اللجنه الخاصه؟ هذا السؤال مهم، هل هي عضو في اللجنه الخاصه للفحص على ضرغام نسيب المحافظ؟ اللجان الخاصه النفسيه هي فقط في بغداد، ماكو لجان بالطب العدلي وبالادله الجنائيه من البصره، ماكو، ما لها علاقه بقضيه، ما لها علاقه نهائيا، ما لها علاقه. قاتل زين، قاتل دكتوره ساره، قاتل دكتوره ساره قال انا ما ابي مرض نفسي. هو اعترف اصلا كامل قواي العقليه، يعني هو مو مثلا